مساء الخير. ساعات بتحس انك لوحدك بتدعي ومفيش رد، وبتبدأ تسأل نفسك هو ربنا نسيني؟ ولكن الحقيقة لا، لأن ربنا مش بينسى حد. عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فربنا بيقول لك بنفسه أنا لسه مستنيك حتى بعد ما أنت بعدت، يعني مفيش وقت متأخر ومفيش حد ربنا مش سامعه، بس ربنا يريد إن أنت تكلمه. طب عارف اللحظة اللي انت بتكون قافل فيها على نفسك ومش عارف تدعي ولا انت عارف تقول ايه؟ ربنا شايفك وشايف ضعفك ده، وبيبعت لك اشارات كمان علشان ترجع له. ساعات بيبعتها لك في صورة مشكلة او في راحة غريبة في وسط زحمة كده، وساعات في كلمة من شخص غريب، او في آية بتتقال في وشك كده وانت مش مخطط انك تسمعها اصلا. فمفيش حاجة اسمها ربنا نسيني، ولكن انت لازم تقف مع نفسك وتقول يا رب وترجع له. وفي 4 نصايح مهمين زي كل مرة لازم اقولهم لك. رقم 1: لما تحس انك تايه ارجع لربنا، حتى لو هتقول له يا رب يا رب بس، مش لازم تقول حاجة تانية. تاني حاجة: كل يوم قبل ما تنام عاوزك تحكي لربنا كل اللي جواك، وكأنك بتحكي لواحد صاحبك كده، ولله المثل الأعلى يعني. وافتكر إن أي تأخير مش نسيان، ولكن ده ترتيب لحاجة حلوة قوي. رقم 4: ما تخليش ذنبك يمنعك من الرجوع، لأن باب ربنا عمره ما بيقفل أبدا. فيا صديقي ارجع النهاردة، لأن ممكن تكون الرسالة دي اللي أنت كنت مستنيها أصلا. وبس، وإلى هنا ينتهي فيديو النهاردة، وأتمنى إنك تكون مرتاح كده وجميل وزي الفل. يلا سلام.